بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هقول لكم في الفيديو ده على تكلفة عمل أساسات قطعة 276 متر. هنعرف مع بعض كمية المواد اللي استخدمناها وأسعارها، وهنعرف مصنعيات المقاول كام، وفي نهاية الفيديو هقول لكم إجمالي التكلفة لعمل الأساسات كام. مبدئيا كده الأساسات دي عبارة عن قواعد وسملات وقواعد شريطية للسور، مع العلم إن السور الأمامي كان حائط خرسانة مش حائط طوب، فعملنا له قاعدة شريطية بأبعاد وتسليح أكبر من القاعدة الشريطية اللي بتشيل السور الطوب. أما بالنسبة لكميات المواد فهي كالتالي: 5.5 طن حديد عز متوسط سعر طن حديد عز 38,700، و22 طن أسمنت متوسط سعر طن الأسمنت 3000 جنيه، و50 متر سن عتاقة متوسط سعر متر السن 350 جنيه، و25 متر رمل وطنية متوسط سعر متر الرمل 150 جنيه. أما بالنسبة لمصنعيات المقاول فهي برضو متوسط 40,000 جنيه. بالنسبة لإجمالي التكلفة لو حسبنا إجمالي الخامات مع المصنعيات هنلاقيها في حدود 345,000 جنيه، مع العلم إن المصنعيات ممكن تقل والخامات برضو هتقل في حالة إن القواعد الشريطية بتاعة السور الأمامي هتكون قواعد شريطية لسور طوب مش سور خرسانة، لأن أبعاد القاعدة الشريطية في الحالة دي هتقل، فكميات الأسمنت والرمل والسن هتقل، وما هيكون أشاير للحائط الساند اللي هو أشاير الحيطة الخرسانية، فبالتالي كمية الحديد هتقل بتاعة الأشاير وبتاعة تسليح القاعدة الشريطية، وبالتالي الكميات والأسعار اللي قلناها هتقل لو الحائط الأمامي عندك طوب مش حائط خرسانة.